السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل رز بلبن بس طعم كريمي مختلف خالص، وهنعمل صينية بسيسة هتعجبكم إن شاء الله. يلا نخش بينا على المكونات ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي 2 كيلو لبن لسه على البرد مغليش، وعندي كوباية رز منقوعة بقالها حوالي 3 ساعات. تمام، غسلتها كويس وصفيتها وحطيتها على اللبن زي ما انتوا شايفين على البرد، وقعدت أقلب الرز شوية. هاخدها بقى على النار كده، هرفعها بس طول الطريق على نار هادية. يعني مش هقلع الرز بلبن ده خالص مع نفسه كده عشان يتشرب باللبن، يبقى طعمه حلو زي المحلات ان شاء الله. يعني هنا سبته على نار هادية ماشي. انا معايا 3 كوبايات ونص، كوبايتين ونص دقيق بسيسة اللي هو الدقيق الاصفر، دقيق الذرة، كوباية دقيق بيضة، ومعايا كوبايتين لبن، ومعايا كوباية صغيرة سكر، ومعايا كوباية زيت على سمنة وبيضتين وفانيليا وبيكنج باودر. تمام. هحط كوباية السكر وهحط البيضتين، هحط الفانيليا كده وهضرب فيهم لغايه ما يكون القوام معايا زي الكريمه بالظبط. اهو زي ما انتوا شايفين كده. والسكر برضو على حسب رغبتك انت، انا مش بحب الحاجه مسكره. بصوا بقى معايا ازاي بقت عامله زي الكريم شانتيه. تمام. هجيب بقى كوبايه الزيت على السمنه المختلطه، هحطها كوبايه لبن كبيره، مج لبن اهو كبير، كوبايه لبن عاديه تانية، هقلبهم كويس. ومعايا طبعا كوبايتين ونص دقيق ذرة وكوبايه دقيق ابيض. ليه بقى دقيق الابيض؟ عشان يمسك البسيسه شويه ما تبقاش فكه منك. واحط البيكنج باودر وهنزل بقى اديه بالتدريج، ولو احتجت هكمل لبن تاني. هو زي ما انتوا شايفينها كده، طريقة سهلة جدا وجميلة جدا جدا جدا. وادي اللبن زودت بيه. هنا بقى هلمها تاني وهنزل بصينية. بس انا هنا بقى الصينية معلش بعد ما فضيتها، أنا بعد ما خلصت يعني تصوير قلبتها في صينية تاني. انا حسيت ان الصينية دي كبيرة قوي، يعني مش هتديني السمك اللي انا عايزاه، فلازم تكون الصينية اصغر، الحجم اصغر من كده بشوية. انا بعد ما اخلصها هنا تاني هفضيها تاني بصينية اصغر منها. ادي صينية اصغر منها وسويتها كويس. هديها خبطتين كده تبقى كلها سوا بعض. عندي بقى سمسم، هرشها كلها سمسم. لو مش حابة سمسم بلاش، بس السمسم دوت يعني حاجة أساسية فيها. تمام. رجعت بقى هنا للرز بلبن زي ما انتم شايفين اهو كريمي. ال2 كيلو لبن وكوباية رز خدوا 5 كوبايات سكر، اسفة 5 معالق سكر، وبرضه سكر على حسب الرغبة. يعني 2 كيلو لبن انا حطيت على نفسي عليهم 5 معالق سكر. ماشي. عندي هنا كيس كريم شانتيه وهكمله بشوية لبن، هقلبه كويس وهحطه عليها. وبرضه هفضل مستمرة في التقليب. هحط فانيليا. تمام. زي ما انتم شايفين هتفضل ايدي فيه لغاية لما يبقى عامل زي الكريمة. خلاص كده عبيته، عملته بالمكسرات وعملته بالسكر. زي ما انتم شايفين ان شاء الله يكون يعجبكم يا رب.